السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبايا خلصت الجزء الأول من الدائرة اللونية. هلأ رح يكون الجزء الثاني عن ألوان الشعر الطبيعية. أول لون للشعر هو الأسود، ثاني لون هو البني الداكن جدا، ثالث لون حيكون هو البني الغامق. صبايا هلا رح نتعرف عن اللون الخفي للشعرة. نحن قلنا صبايا انه اللون الازرق والاحمر والاصفر بدائرة الالوان انه هو من اساسيات الوان الشعر. يعني نحن عنا الازرق، بعدين احمر، بعدين اصفر، هدول صبايا من اساسيات لون الشعر. طيب إذا رحنا هلأ عملنا سحب لون لشعرة، لنفترض صبايا أنا بدي هلأ أعمل سحب لون لشعرة، أول لون حيظهر لي بعد السحب هو اللون الأزرق، ولكن صبايا هذا اللون غير مرئي، يعني رحنا ما بنشوفه صبايا، نحن ما بنشوف هذا اللون. لذلك لما بدي أنا أعمل تسلسل في الأرقام مع أرقام الصبغة، رح أعمل تسلسل كمان وأبدأ بالرقم 1 أول درجة سحب لون. إذا أنا عملته للشعر حيطلع لي الأندر تون، نحن قلنا هذا الأندر تون للشعر. وهلأ صبايا راح أرجع لألوان الشعرة الطبيعية. ليش؟ لأنه بدي أقسمها اسمين. حاخد من رقم 1، شايفين 1 2 3 4 5، حاخد من رقم 1 للرقم 5 وأعتبرها ألوان غامقة، راح تكون هاي ألوان غامقة. طيب من 6 لل10 حتكون الألوان الفاتحة، الألوان الفاتحة أو الفواتح أو الأشقرات. القلم سامحوني القلم فاتح كتير، مفروض أجيب ألوان تانية إن شاء الله. في الدرس القادم حاجيب الأخضر والألوان بنفسجي، يعني ألوان تكون تبين من اللوحة بسبب إضاءة الجوال. شايفين من الرقم 1 للرقم 5 حتكون ألوان غامقة، من رقم 6 للرقم 10 هي ألوان فاتحة أو الألوان أشقرات.